احنا بنربي ولادنا على الجحود من غير ما نحس. عارف ليه ابنك بياخد الحاجة ويرميها؟ وليه مش بيقول شكرا؟ علشان احنا غلطنا في 3 حاجات مهمين جدا. اول غلطة سياسة شبيك لبيك. الطلب بيتنفذ قبل ما يخلص كلامه، فاللي بيلاقي كل حاجة سهلة اكيد ما بيحسش بقيمتها. تاني غلطة السوشيال ميديا. ولادنا يا جماعة شايفين إن الرفاهية المزيفة اللي بيشوفوها على الموبايلات هي دي الطبيعي، فتعبك كأم وأب في نظرهم تقصير مهما عملته. تالت غلطة ودي الأخطر، خبينا تعبنا على ولادنا، مع إن اللي ورا الحاجة مش فلوس، ده ضغط وشغل وحرمان من حاجات كتيرة جدا. الحل يا جماعة لازم نعلم أبنائنا إن الحاجة ليها تمن، وإن الدنيا مش بتدي لحد كل حاجة. قول شكرا قدامه وخليه يستنى ويساهم ويحس. اللي ما يتعلمش يقول لك شكرا وهو صغير هيكبر يشوفك ولا حاجة وهو كبير.